يا مساء الفل. النهاردة هنبدأ رحلة جديدة ومهمة جدا في تراك التستنج. هنتكلم عن واحدة من أقوى الشهادات وهي الموبايل ابليكيشن تستر. الشهادة هتنقل مستوانا لعالم الموبايل. ليه لازم تذاكر موبايل تستنج دلوقتي؟ لأن العالم كله بقى بيجيب المستخدم، مليارات الناس بتستخدم الموبايل، فأكيد الشركات بتدور على حد بيفهم طبيعة الأجهزة، مش مجرد حد بيعرف يتست ويب وخلاص. فاول حاجه لازم تعرفها كموبايل تيستر هي انواع الابس، ازاي تتعامل معاها. عندنا النيتف اللي بيتعمل مخصوص للاو اس، والويب اللي بيفتح من البراوزر، والهايبرد اللي بيجمع بين الاتنين. بالنسبه للنيتف فهي الاقوى من حيث الاداء، لانك بتكتب بلغه الجهاز الاصليه زي الكوتلين، وعشان كده التست بتاعه بيركز على البرفورمانس واليو اي الخاصه بكل نظام. اما الويب والهايبرد فهم يعتمدوا اكتر على تقنيات الويب، وهنا التحدي بيكون في البراوزر وازاي الاب بيتعامل مع الهاردوير بتاع الموبايل من خلال كونتينر. فاكبر تحدي للموبايل تستر هو الفريجمنتيشن، ازاي تضمن ان الابليكيشن شغال بنفس الكفاءة على الاف الشاشات والفيرجن المختلفة سواء اندرويد او اي او اس. فالشهادة بتعلمك تختار التست ديفايس بتاعك صح. الموبايل يعني حركة، يعني النت ممكن يقطع، يعني يضعف، يعني يتحول من الواي فاي ل 4G، فلازم اختار الاب بتاعك في كل الظروف وتشوف هيتصرف ازاي في كل موقف فيه. من اهم الاختبارات اللي بتميز الموبايل هي الانتربت، ازاي يحصل لو جالك مكالمة، يعني فجأة جالك مكالمة او انت بتدفع من الاب، طب البطارية قربت تفصل. كل السيناريوهات دي لازم تتجرب. في الموبايل احنا بنتعامل بصباع الابهام، فلازم الديزاين يكون فريندلي، تختبر بسهولة الوصول للزراير او وضوح الكلام تحت اشعة الشمس، تجربة المستخدم بشكل عام. في النهاية دي كانت لمحة بسيطة عن اللي تتعلمه في شهادة الموبايل تيستر، وبس كده، سلام.